يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حابه اعمل معاكم فكره للفطار او العشاء في الصيام. قراقيش صيامي بالعجوه، وتنفع كمان للسحور لان العجوه كل مشبعه جدا ومغذيه جدا، مع كوبايه شاي بقى او نسكافيه، حاجه كده جميله وبتبوش في البق. انتي عاملاها بايدك اجمل كتير من اللي بتجيبيها من الافران. بتكون دايبه جدا وناعمه معاكي. تعالوا بقى نشوف الطريقة مع بعض. هنا عندي 3 كوبايات الا ربع دقيق، انا عاملة كمية قليلة. لو انت حابة بقى تضاعفي الكميات ده يرجعلك. اهم حاجة ان احنا لازم ننخل الدقيق، والدقيق اللي انا مستخدماه ده دقيق مخبوزات. هننخله كويس وهنزل عليه على الدقيق بربع معلقة من البيكنج باودر ورشة من الملح. البيكنج باودر بيخلي العجينة هشة كده وناعمة معاكي، وكمان نص معلقة من السكر. في بولة فيها ده نص كوباية من المية الفترة، هنزل عليها بمعلقتين صغيرين من السكر، يعني معلقة كبيرة، وكمان نص معلقة من الخميرة الفورية، وهدوبهم كويس قوي واسيبهم على جنب كده لغاية لما نشتغل في العجينة بتاعتنا. هنقلب بقى المكونات الجافة. عندي هنا ربع كوباية زيت سخن، الزيت يكون سخن، فهتقلبيه الأول بسباتيولا أو معلقة عشان الزيت بيكون سخن معاكي الأول. وبتقلبيه الأول كويس قوي في الدقيق، يعني هتبسي كده الزيت في الدقيق لغاية لما الدقيق يكون عامل معاكي زي الرملة كده. وبعدين هنبدأ بقى نجيب لغاية لما الدقيق تلاقيه عمل معاكي كده زي الرملة، وتأكدي ان هو اتغلف كله بالزيت كويس. هتبدأي بقى تنزلي بيه المية بتاعتك اللي فيها الخميرة. ممكن الاول تحطي ربع كوباية وتزودي لغاية لما العجينة بتاعتك تاخد. وحطيت كمان معلقة من الفانيليا. انا العجينة بتاعتي اخدت نص كوباية مية بالظبط، اللي كنت مدوبة فيها الخميرة، ما احتجتش اكتر من كده. وعجنتها كويس لغايه لما العجينه لمت معايا. العجينه دي بتكون عامله شبه عجينه الكحك كده شويه، بتكون ناعمه قوي معاكي. وهتعجنيها كويس ولغايه لما تلم حلو معاكي، وتسيبيها بقى في مكان دافي تخمر لمده ساعه. ترتاح على ما تحضري الحشوه بتاعتها. الحشوه بقى اللي انا مستخدماها النهارده هي العجوه. انا عندي عجوه، بس العجوه بتاعتي طريه، فانا بس كل اللي احتاجته ان انا افردها. انا فردتها ضروري هتفردي العجوه بين كيسين سندوتشات. لازم تفرديها بين اكياس سندوتشات علشان تقدري تتحكمي فيها بسهولة بعد كده. وتفرديها بالنشابة كمان، وتحاولي تعمليها سمك رفيع على قد ما تقدري. وهسيبها بقى على جنب برضو لغاية لما العجينة بتاعتي تجهز. هنا بقى العجينة كانت خمرت معايا حلو وناعمة جدا جدا معاكي. انا فردتها بسهوله، يعني هي ما كانتش محتاجه نشابه، بس انا استخدمت النشابه عشان افردها سمك رفيع على قد ما اقدر. ضروري في القراقيش، عجينه القراقيش، ان انتي تفرديها سمك رفيع على قد ما تقدري، علشان انتي لسه هتحشيها وهتلفيها تاني في الحشوه، فما تبقاش سميكه معاكي. هنا بقى جبت العجوه بتاعتي، وهبدأ افردها على العجينه بتاعتنا بتاعه القراقيش. وتفرديها بقى بحيث ان انتي تغلفيها كلها بالعجوة، تتأكدي ان العجوة في العجينة كلها مفرودة كويس عليها كلها، او يعني كل العجينة فيها عجوة، مفيش مكان فيها يكون فاضي على قد ما تقدري. شايفة انتي عشان فردينها على كيس من اكياس سندوتشات، فبتبقى سهلة معاكي في ان انتي تقدري تتحكمي فيها. وهنلفها بقى رول، بتكون كده زي طبقات من جوه، يعني تحسي كده ان العجوة واخدة طبقات من جوه. اشكال بقى اللي انت تحبيها، تحبي تقطعيها زي الاشكال اللي انت تحبيها. ممكن نعملها مثلا على شكل قرص، مش لازم اشكال مستطيله، ممكن تعمليها قرص مدوره مثلا. انا هنا بقى بعد ما قطعتها بفردها وبضغط عليها، لان انا عايزه اعملها شكل مستطيل. حاولي تضغطي عليها على قد ما تقدري علشان تكون سمكها حلو معاكي، ما تكونش سميكه معاكي، تكون سمكها رفيع. وتقطعيها بقى. انا قطعت الجزء الاولاني ده، انا قطعته قطع كبيره شويه. طبعا انت تقدري تقطعي اصغر من كده، ده يرجعلك. ولو عايزه كمان تحطي في العجينه شويه ينسون او شمر، برضو بيديها طعم حلو. باقي العجينه انا حطيت فيه العجوه برضو، بس المره دي انا عملت العجوه زي رول كده، ما فردتهاش. وبرضو هبدا ارولها في العجينه بتاعتي. هتروليها كويس، وبرضه هتقطعيها وتضغطي عليها وتعمليها ايه مستطيلات. انا بحب قوي التقطيعه دي، بحسها بتكون سهله كده معاكي وبتنجز معاكي بسرعه. يعني التقطيعه ان انت ترولي الاول العجوه
وتقطعيها وتروليها في العجين، يعني تبقى تعمليها رول كده، بتكون سهلة وبتنجز معاكي واسرع كمان من اي حشوة يعني. هنا هقطعها بقى بالسكينة، وهنقطعها دي انا قطعتها قطع صغيرة شوية، انا بحس القطع الصغيرة بتكون انعم كمان من الكبيرة، وده طبعا يرجع لك، يعني لو انت حابة تعمليها قرص كبيرة كمان هتبقى حلوة جدا وهتنفع معاكي. هنقطعها بقى برضو مستطيلات صغيرة. هنا بقى عندي بولة فيها معلقة من السكر ومعلقة نسكافيه دوبتهم كويس، وهبدأ اديها بالفرشة كده على الوش بالراحة بحيث ان هي تديني لون في الفرن. وطبعا انتي بتكوني مسخنة الفرن بتاعك كويس جدا اول ما تبدأي تشتغلي في التقطيع بتاع العجين بتاعك. وده كان شكلها لما طلع من الفرن هشة جدا وناعمة، حرفيا بتبوش في البق، طعمها جميل احلى بكتير من اللي بتجيبيها من المخابز، وكمان حاجة انتي عاملاها بايدك. يا ريت تجربوا القراقيش بالطريقة دي. وده كان فيديو النهاردة، يا ريت يعجبكم الفيديو، ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة.